طيب اوكي. خليني ارجع برضو مره تانية. اولا انا عايز اسالكم، بتسمعوا ام كلثوم ولا لا؟ هقطع الكلام بقى عن المغنيين. بتسمعوا ام كلثوم ولا لا؟ ولا نص نص؟ يعني بص، هو الفكره يعني على حسب، فاهم يعني، برضو احنا يعني يمكن مودنا برضو كشباب يعني الاغاني الطويله دي. انت حبيت قبل كده؟ يعني حبيت قبل كده؟ يعني ام كلثوم انت حبيت قبل كده؟ انت كده وشوف احمر الاثنين، عايز اقول لكم ده عامل زي اشاره ما المرور. اتفقناش على الاسئله دي. عايزين نسأل بجد بقى. قول بس قول. هي بصراحه هي ليها اوقات ام كلثوم، يعني انا هي ساعات مود ابقى فعلا. حابب قوي اسمع ام كلثوم. اوكي. هو اصل دايما يقول اللي يحب قوي لازم يسمع ام كلثوم. وعبد واضح الحليم. انك حبيت برضو. لا لا اصل واضح انك معجب انا قوي، بحب عامل لها حلقه المشاهد، كامله. بحب فيعني المشاهدين كلهم. هي تستاهل تعملها مش حلقه واحده، ده تستاهل الشهر كله. طبعا. خلينا نرجع مره ثانيه ونشوف صوره. ده صوره بقى بيت من جوه. ده بيت من جوه. هو البيت عباره عن اوضه اعتقد. هو كده كويس على هو فكره. ده في- حاجه كويسه. ده فيه اسوء اوكي، احنا هننزل لكم برضو شويه صور عشان نشوف. ما طب انتوا بتحتاجوا بقى تبرعات مين بيساعدكم؟ الفكره ان هو بتجيبوا بيبقى فلوس الحاجات فيه. دي منين مثلا وكده؟ اوكي. بيبقى فيه شركات مثلا بيبقى بينعمل معاهم سبونسر شيب، يعني اللي هو الدعايه، اللي هو الراعي الرسمي، تمام. ده المصطلح بتاعي يعني عند الناس كده. الفكره ان هو الشركه مثلا بنروح لهم، بنعمل معاهم ديل ان احنا هنعمل لهم مثلا اعلان، نحط اللوجو بتاعهم مثلا في البانر بتاعنا او كده، بحيث ان هو قصاد كده هيدينا فلوس او هيدينا خدمه معينه محتاجينها عشان نحقق اهدافنا. اوكي. بس فالسنه دي مثلا في شركات مثلا نازله معانا في اللي هو تنظيم المدارس اللي احنا هنعمله ان شاء الله في نص السنه. في شركه نازله مخصوص عشان ده. طيب. في شركات مثلا من اول السنه وهكذا يعني. طب خلينا ناخد بقى تليفون. اوكي. اتصالي من دكتوره مهمه قوي بالنسبه لكم. دكتوره ناديه الحناوي. دكتوره هاديه. هاديه الحناوي. دكتوره هاديه، اهلا اهلا يا شيخ، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا بس. اهلا بيك. سعيد اني بسمع صوتك. يا اهلا. انا اكتر. انا وسعيد ان في مصر في شباب زي كده. لا، ولاد حلوين، شباب واعي ومثقف. لا كله فعلا يعني عاوزين يعملوا حاجه وعندهم امال كبيره وولاد حلوين قوي. يا ريت كل الشباب يبقوا زيهم. طب انا عايز اعرف بقى الدعم او التسهيلات اللي الجامعه عندكم او كليه هندسه بتسهلها لهم عشان يقدروا ينتشروا اكتر ويقدروا يبقى ليهم دور في المجتمع اكتر. هي يمكن هتبقى كلها تشجيع، حاجات معنويه للولاد دول عموما. هي نشاطهم بيبقى نابع منهم وكلها افكار منهم. احنا بنشجعهم، ولان فعلا ده مسؤوليه الشباب ان هو يخدم المجتمع اللي حواليه. بنساعدهم في ان الشركات اللي هي بيخاطبوها ان هم يقدروا يجيبوا منها تمويل. والسنه الماضيه فعلا عملوا مدرسه في منتهى الحلاوه. الولاد بدا يعني يشيف الولاد الصغيرين اللي هو في ابتدائي، بدل ما كانوا عاوزين من يعني اللي احنا عارفينه انه بينطوا خارج المدرسه، لا، يوم الافتتاح بتاع المدرسه الولاد كانوا بيحاولوا ينطوا داخل المدرسه. ده شيء جميل جدا. يعني كان المنظر فعلا يفرح، لان هم عملوا المدرسه بطريقه جميله. الولاد رغم ان هم عايشين في بيئه المحيطه بالمدرسه، بيئه في منتهى السوء، الا ان المدرسه الولاد بمجهودهم الشخصي، بمساعده رجال الاعمال اللي كانوا بيدوا لهم البويه، بيدوا لهم يعني حاجات عينيه بيقدروا عن طريقها انهم ساهموا وادوا يعني فعلا مجهود حلو قوي قوي. كلنا كنا فرحانين بيه. وده اكيد الشباب دولت فخر لينا، وانا بشكر حضرتك ان انت دايما بتقدم لهم الدعم. الولاد دول يستحقوا كل خير، وفعلا يا ريت كل شبابنا فعلا وقتهم يصرف في حاجات تفيد البلد، لان ده وقت يجب انه يستخدم، ما يضيعش. نتمنى ذلك، وبشكر حضرتك على مداخلتك، واتمنى حضرتك تكوني ضيفتي قريب في بيت شريف. شكرا يا فندم، متشكره جدا. شكرا لك. مع السلامه. مع السلامه. شكرا لك. نرجع لكم مره ثانيه. رجال الاعمال يتعاملوا معاكم ازاي لما تروحوا لشركه كبيره زي ما الدكتوره كده قالت، شركه مثلا بويات او وات ايفر، وتقولوا لهم احنا عايزين دعم، عايزين تسهلوا لنا حاجات ناخدها من عندكم علشان الاحياء دي، يتعاملوا معاكم ازاي؟ بص يا شريف، عشان بس الدنيا تبقى واضحه للناس. الفكره عندنا احنا بروجرام زي ما قلت لك، الحاجات دي بتتعمل بطريقه مباشره مع العزبه. في بقى جزء تاني زي ما تقدر تقول عليه كده اداره. دي اللي هي مثلا فيها لجنه التمويل، لجنه العلاقات العامه الخارجيه، تقييم الاعضاء، الكلام ده كله. ففي لجنه التمويل اللي هي الفاند ريزنج دي بتبدا تتارجت شركات معينه ليها نفس الفكر بتاع السي اس او الكوميونتي سيرفيس، خدمه المجتمع، ويبداوا يتكلموا معاهم يقولوا لهم والله احنا بنعمل حاجه مشتركه
حاجه نفس الفكر اللي انتوا بتحاولوا تارجتوه، فوالله احنا كذا وفي كليه كذا ونشاطنا معتمد من كليتنا ومحتاجين كذا. فبنلاقي يعني اكيد مش كل الناس هتبقى مرحبه، بس اكيد في جزء. انا عايز أو في اعرف بقى سمات الناس اللي مش بترحب دول بيقولوا لكم ايه؟ لا ما عندناش مثلا. هو والله مش فكره ما بيرحبش، يعني مش عايز وخلاص. هو الفكره ان هو مش ده السيجمنت بتاعه، مش ده التارجت بتاعه. يعني هو ممكن يكون هو بيعمل سي اس مع نفسه او بيشتغل خدمه مجتمع بطريقته هو. طيب انا عايز اعرف يعني لو دلوقتي في ناس شايفانا وعايزين يساعدوكم، تمام. يتعاملوا معاكم، ممكن دلوقتي في شباب كتير في اجازه نص سنه يكون عايز يقدم لكم، ينزل معاكم في المناطق دي يساعد، وممكن يكون في رجال اعمال بيسمعونا دلوقتي يكونوا عايزين يقدموا لكم دعم، ازاي يوصلوا لكم ازاي؟ الكونتاكت الاساسي ممكن الويب سايت. قوله لنا. الويب سايت AYB ASU اللي هو عين شمس يونيفرسيتي. اوكي تمام. بي فور بوك. بي فور بوك. بي بوك. AYB بي بوك ASU اوكي دوت كوم. ده المفروض ده الويب سايت بتاعنا، بيبقى فيه كل تفاصيل مثلا المشاريع بتاعتنا او كده، او اي كونتاكتس كمان لاي حد. مش عاملين جروب على الفيسبوك؟ في طبعا. طب قوله لنا عشان احنا عندنا الفيسبوك بنتواصل على طول مع. لا الفيسبوك صراحه اختراع رائع يعني في الحاجات دي بالذات يعني. اسمه ايه؟ برضو AYB بس شرطه داش ASU. اوكي. ده جروبكم على الفيس. الفيسبوك، عشان لو اي حد من الشباب او من رجال الاعمال عايز يتواصل او يكلمنا حتى واحنا نديكوا ارقام تليفوناتهم، اعتقد كتير من الشباب المصري هيحب يساعدهم. ايه بقى الصوره دي؟ ده برضو بيت تاني اهل عزبه يعني. ده الباب كرتون؟ مفيش باب كرتون؟ الباب بتاع البيت كرتون؟ الباب لا، هو الفكره ان هو الواضح ان هو فعلا مفيش اصلا اساس في البيت. اوكي. هو مجرد قاعد على مصطبه او كده وفرشين. احنا هنعرض لكم دلوقتي صور كده ورا بعض. تمام. صوره سقف. ده سقف. ده ازمه رهيبه عندهم موضوع السقف ده. في المطار لو مثلا مطره نزلت او كده السقف مخروم اساسا، هو مفيش سقف اساسا يعني. هو بيبقى مثلا حاطط شويه مثلا اخشاب كده ومجمعهم مع الشقه مع بعض. ده ايه بقى؟ بالظبط. ده منطقه من العزبه برضو، منطقه يعني شوف بقى الزباله مثلا او كده. هناك بقى لا في مجاري ولا صرف ولا اي حاجه. شوف اللي بعدها. اوكي. طيب احنا كده شفنا مجموعه قلنا دي عزبه الصفيح او عزبه ابو قرن في مصر القديمه ناحيه الفسطاط، ودي محتاجه دعم مننا كلنا. هي مش هي بس، هي كل المناطق العشوائيه اللي عندنا في مصر محتاجه دعم كبير قوي. طيب انا عايز اعرف دلوقتي انتوا في اجازه نص سنه، انت في سنه كام؟ انا تانية مدني. تانية. وحضرتك؟ تالتة. تانية وتالتة. انتوا عايز اعرف كده الشباب المصري غير الانشطه دي بيقضوا اجازه نص السنه ازاي؟ انت مالك ضحكت كده؟ والله لا اصل يعني قاعدين يشيتوا على، انا عارف طول النهار قاعدين على الفان في الغالب. لا اصل يعني طبعا يعني حد يعني كلنا عارفين خلاص يعني بقى نشاط مثلا حد عايز يسافر مثلا، ممكن حد بيسافر مثلا، حد بيقضيها تشات زي ما بتقول، ايا كان نشاطه يعني. ممكن ناس تشتغل يعني مش برضه هنقول ان كل الناس مثلا وحشه او كل شباب دماغها فاضيه، بس ستيل برضه يعني كنت انت قلت في المقدمه كلمه ان هو مش عايزين برضه نستنى مصر، يعني زي ما مصر ادتنا برضه عايزين نديها، فعايزين برضه الناس تفكر بالمنطق ده.